مش عارف ايه سر حبها في الستاره دي. بتقول حاجة يا حبيبي؟ لا لا مفيش حاجه، انا بسأل بس ان انا جعان. حضرتي العشاء ولا لسه؟ يا مسهل الحال. عمرو، هو انا مش قلت لك 100 مرة اقفل الستارة وراك وانت طالع؟ حسبي الله ونعم الوكيل. طب بص مش مهم. شوف انا عملت لك ايه؟ عامله لك البيتزا اللي انت بتحبها، ومش بس كده، بيبسي دايت عشان عارفاك انت ما بتحبش البيبسي العاديه. عايزه ايه؟ عمرو، انا عايزه فانوس. فانوس؟ فانوس ايه؟ فانوس رمضان يا عمرو. وايه علاقه الفانوس برمضان اصلا؟ عمرو ما تهزرش. لا انا ما بهزرش، انا بتكلم جد جدا كمان. ايه علاقه الفانوس برمضان؟ مش عارفه، بس انا عايزه فانوس، وفانوس عربي كمان مش صيني. يا حبيبتي انا اتعرفت عليكي في قصر ثقافه، يعني من المتعارف عليه ان انت انسانه مثقفه. الفانوس ده يا ماما كلمه اغريقيه. مش مهم الاسم، المهم الشكل. الفانوس طول عمره عاده اسلاميه. ايه ده؟ انت هتكفري ولا ايه؟ ايوه تكفري. الفانوس ده ماما مش عاده اسلاميه خالص، دي عاده فاطميه، والفاطميين كانوا شيعه يا ماما، واحنا اصلا مسلمين وسنه كمان. يعني انت تكفري؟ ارحمينا بقى وسيبينا ناكل. اكفر؟ ايوه، ولا تروحي تعيشي في ايران احسن. والله هبلغ عنك بتهمه التخابر. تخابر مع ايران؟ طبعا، مش هما دولة الشيعة دلوقتي؟ يا عمرو يا حبيبتي أنا خايف عليكي. أهم حاجة الحفاظ على الهوية. الموضوع مش موضوع فانوس أو غيره، بس لازم نكون عارفين إيه أصول الأشياء اللي بنستخدمها. الموضوع له علاقة بالهوية، فاهمة يعني إيه؟ يا عمرو صدقيني، هي بتبدأ بالحاجات البسيطة دي، لكن بعد كده الأشياء البسيطة بتتسرسب في الوجدان وبتتطور. ممكن نوصل بعد كده إننا نشتري أصنام في عيد ميلاد بوذا. يا عمرو يا حبيبتي انا لسه بقول ان انا متعرف عليكي في قصر ثقافه، يعني من المتعارف عليه ان انت انسانه مثقفه. اسمعني بس. عايزه تقولي ايه؟ في فانوس ورق ب20 جنيه، حسنين جابوا البنت بتاعته من يومين، كانت عماله ترفص من كتر الفرحه. انا عايزه منه. 20 جنيه؟ ايوه. متاكده؟ طب ممكن اديك 40 جنيه وتجيب لنا 2؟ ماشي. طب وكده مش هنبقى كفرنا؟ لا لا كفرنا مين يا شيخه، ده ب 20 جنيه. كده كل ده يا حبيبي.